السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء. هل يمكنكم تصديق ما تم العثور عليه في بطن هذا الحمار؟ اكتشاف مذهل سيجعلكم تسبحون الله من عظمته. ولكن قبل أن نكشف لكم التفاصيل، إذا كنت مسلما لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسى الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. القصة تبدأ بشاب يدعى محمد، كان معروفا بحرصه الشديد على صلاة الجماعة وذكر الله تعالى، ورغم فقره المدقع لم يتوقف عن الدعاء واللجوء إلى الله ليمن عليه برزق وفير. كان محمد يعيل والدته وثلاث أخوات، ورغم ظروفه الصعبة كان يردد دائما: إن لنا ربا كريما سيرزقنا من حيث لا نحتسب. وذات يوم وبينما كان ذاهبا إلى صلاة الفجر دعا الله بصدق وإخلاص، وفي طريقه قابل رجلا عرض عليه شراء حمار قائلا: لست بحاجة إليه الآن، يمكنك العمل عليه وسداد ثمنه لاحقا. لم يصدق محمد حظه وأخذ الحمار إلى منزله فرحا، وبدأ في استخدامه لنقل البضائع في السوق حتى أصبح مصدر رزق له ولعائلته. لكن المفاجأة الكبرى جاءت لاحقا. مرض الحمار فجأة وانتفخت بطنه بطريقة غريبة، ما دفع محمدا لاستدعاء طبيب بيطري للكشف عليه. وبعد الفحص أخبره الطبيب بضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة. وهنا كانت المعجزة: داخل بطن الحمار وجدوا قطعة ذهبية أثرية نادرة لا تقدر بثمن. أصيب محمد بالدهشة والفرح الشديد، ولم يصدق أن دعاءه استجيب بهذه الطريقة العجيبة. وعندما قام ببيع القطعة الأثرية أصبح من الأثرياء، واستطاع تحقيق جميع أحلامه، فبنى منزلا جديدا ورعى أسرته، وتزوج الفتاة التي كان يحبها، ليبدأ حياة مليئة بالبركة والخير. سبحان الرزاق الوهاب. رددوا معي: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، الحمد لله على الأرزاق والبركات، الحمد لله على ستره ولطفه. عزيزي المشاهد، إذا وصلت إلى هذه اللحظة لا تخرج قبل أن تترك تعليقا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتظرونا في المزيد من القصص المشوقة، ودمتم في رعاية الله.